هنا حيث يلتقي الحجر بالتاريخ وتتناثر الآثار التي لا تتقيد بمكان واحد، بل بسطت حضورها في الجبال والبادية والصحراء والمزارع. تل أعمر وكنيسة كوخ العريقة، ورغم ما تبقى منها إلا أن أهالي المنطقة يتعاملون معها بقدسية وإجلال وحرمة وهيبة. في جنوب بغداد، وتحديدا في منطقة عرب جبور، حيث مدينة سلوقية سابقا تل أعمر حاليا، التراث الشاخص رغم مرور آلاف السنين. هذه الحفاظ بهمة الأهالي والناس الخيرة، حافظوا على هذا تراث بلدنا وهاي حضارة بلد. على رغم دارة الآثار يعني ضمن إمكانياتها البسيطة هي أكو اهتمام وماكو، بس هذا الموقع حقيقة وأهميته وعمره 6000 سنة يجب أن تتدخل الحكومة المركزية لإحياء هذا الصرح، هذا حضارة بلد. لم يتبقى هنا على أرض الواقع سوى أحجار وأنقاض لكنيسة كوخي التي تعد أول كنيسة شيدت في بلاد الرافدين، كانت تدار منها شؤون المسيحيين في العراق وعدد من الدول، إذ لا يزالون أبناء الطائفة المسيحية يتوافدون عليها لأداء صلواتهم والاطلاع على تاريخ فريد. كنيسة كوخي هي من تقريبا أقدم الكنائس اللي موجودة في حضارة بلاد وادي الرافدين. بنيت في القرن الأول الميلادي من قبل الملك سلوقس. يجون كل فترة ربيع يجون هنا تقريبا حدود من الألف إلى أكثر، يعني يجون أعداد هنا، يجون الأجواء هنا وخيام، وهاي يجون هنا زيارة وصلوات كل أنحاء العراق يجون. والبابا مارتن هو نفسه يجي يرعاها، ومن الكنيسة من اللي بالفاتيكان يرعون هذا الأمر. رغم المساعي الموجودة للحفاظ على كل مكان أثري لما يجسده من عمق تاريخي وذاكرة للشعوب الحية، فكل رقعة هي بمثابة هوية أمة، إلا أن الجهود إن ازدادت وتوسعت سيغدو كل مكان أثري بمثابة مورد اقتصادي. شروق الغانم، بغداد، العراقية.